ابي الخصها بكلمتين. ليش يا اهلي؟ ليش؟ وش قله الحياه وقله الادب هذه؟ الدرجه ما حسيت على نفسك شوي؟ يا اخي احترم الخيول يا اخي ولستكم. يا اخي على الاقل كان خليتهم يروحون اشواط اضافيه يحسون في مباراه. ليه تفوز بكذا بسرعه وتمشي ليه؟ بس والله في عله جديد. العله اللي بيقروشنا يهاجم يصنع يسجل يسوي كل حاجه في الحياه. ما شاء الله تبارك الرحمن. سعود ذكر الله، انا قلت ما شاء الله. عموما مبروكين يا اهلا وسهلا، مبروكين التاهل والله العظيم تستاهلون كل خير. يا اخوان النادي الاهلي انتصر انتصارين، بعيدا عن انتصاره على نادي الانوار وتاهل الدور القادم. انتصر بانه فاز بلاعب زي سبريستيان يا اخوان ادوارد، هذا اللاعب اللي اليوم ساهم بهدفين. المباراه الماضيه سجل هدف، اليوم سجل الهدف الاول الاهلي من هذه المنطقه، حطها في زاويه المرمى، صنع الهدف الثاني. يشبه بلينغهام في الزياده العدديه في الهجوم، ما شاء الله تبارك الله، صنع الثاني سجلوا من خلاله. انا اخوان الهدف الاول الحكم رجع للفار على اساس انه في لمسه يد لبنات في بدايه الهجمه، لكن في الفار شاف ايش؟ انها دقت في صدره قبل، اعتبر انها ارتدت من جسمه على يده، ما لغى الهدف. فولو لايك يا اخوان، السلام عليكم. مباراة أجمل ما فيها سبرستيان، الحسنة الوحيدة في المباراة، والحمد لله على التأهل. صحيح كان الجمهور الأهلاوي يبغى المباراة تنتهي 3 4 5، أنا واحد منكم، لكن إيجابيات المباراة هذه أكثر من سلبياتها. إيجابياتها أن إدارة الأهلي تشوف إنه الأهلي يبغى له شغل جدا كبير. إيجابياتها إنه يتأكدوا الإدارة إنه الطلبات اللي قاعدين نطلبها هي احتياج بشكل جدا كبير للأهلي، عشان يشوفوا الإدارة كمان إن صفقة المحور هو اللي حيحدد موسمنا كيف حيكون. خطنا اليوم أقل ما يقال عنه إنه مضحك، وهو الوسط اللي حيبقى معاك لين نهاية الدوري إذا ما جبت محور عليه الكلام. أتنقانا وزياد، مباريات الكوسي يوديك لربع النهائي، مرة مو أكثر من كذا. ظهير أيمن اللي احنا شفنا محمد عبد الرحمن اليوم كيف. ألف مبروك يا هلوية والقادم أجمل. أنت الآن تحسب إنه هذه لقطة هدف، وهي ما هي لقطة هدف، هذه لقطة أسيست. كيف أسيست وهو واقف قدام الباب وما حد معاه أصلا من اللعيبة يصنع اليمين؟ والله إنه ما شاته على الباب. أسيست كيف رآه ابن الكافرة. هذا اللي اسمه سبيرستيان ذا ترى مو طبيعي. واضح الأهلي كسب لاعب حاسم ابن حاسم. يعني في مباراته الأولى الأهلي مع الدرعية كان هو سبب الفوز وكان سبب الهدف. في المباراة الثانية الآن مع الأنوار هو اللي جاب الهدف الأول والإنهاء يا حبيبي، الإنهاء. من فين جبتوا هذا يا جيران؟ من فين جبتوا خارجنا منه بس؟ يا ساتر والسوء، يا ساتر والمباراة السيئة اللي شفناها. ما تعرف تتكلم عن سوء مين ولا ايش هذا هذه اسمها مباراة عين. بعدين المشكلة انت كشخص انت ما انت عارف تنتقد مين ولا ايش ولا ايش قاعد يصير. انت ما انت عارف تنتقد من فين. واحد يجيك يقول لك يا اخي ادعم، يا اخي هذول تدعمهم بسيارة، ما ينفع. ايش تدعم فيهم؟ وسط كل العشوائية في هذه المباراة هذا الحسنة الوحيدة، حسنة وحيدة في هذه المباراة. اقسم بالله ما عارف اشكرك من فين. هذا يستاهل الشكر. المباراة الأولى هدف ورجل المباراة، المباراة الثانية هدف وأسيست، وتقريبا انك رجل المباراة، يعني ما فيها. ليش اقول عفن وعشوائية؟ تفضل تخيل انت قاعد تلعب مع الانوار، مع نادي فيالو في الدرجة الأولى، تسديدات على المرمى هو مساويك، هو بنفس خطورتك. طيب وبعدين انا كل شويه كيف؟ طيب اقول انا ما بنتقد، طيب انتوا ليش تخلوني انتقد؟ قبل ما نكمل يا اخوان، اي مباراه في اي مكان في العالم واي مباراه في العالم مالك الا لي والرابط في البايو. انا كيف اقنع الاجيال المستقبليه انه هذه الهجمه ضاعت؟ والله العظيم ضاعت. تخيلوا هذا الحارس اللي لابس برتقالي هذا خارج المرمى، شوف المرمى كبير خارج المرمى فاضي. الكوره مع ترينكاو، شوفوا هنا شوفوا ترينكاو، هذا ترينكاو، هذا اللي لابس ابيض ترينكاو، شوفوا مع الكوره شاتها فوق برا ما سجلها. مبروك يا اهلاويه، مبروك. اهم شيء تاهلنا، بس ما نعرف شو اقول، مستوى يعني ادعو له. هذا اللاعب اللي كان ناقص الاهلي، هدف واسيست، النور الوحيد في صيفيه الاهلي المظلمه. سبرتسيان بعد ما سدد تسديدتين كلها كانت بالقائم، واللي بالمناسبه كان جدا خطير على المرمى طول المباراه. قدر يسجل الهدف الاول في مباراه جدا صعبه وضيع فيها الاهلي. وعينكم على فرصه ترينكاو، المباراه كانت بتروح منحنى ثاني، لكن سبرتسيان سجل. وعينكم على الهدوء بين زحمه الدفاع والحطه، وبرضه اسيست الجالينو بالهدف الثاني. وبعد تسجيل الهدف الاول اعطى اسيست الجالينو بالملي، واللي كانت تكه بس وتكون ضربه جزاء. لو الاهلي كسب شيء بهذا الموسم وهذه الصيفيه بالتحديد، فالمكسب هو في اللاعب هذا. كنت متوتر يا جار، متوتر وجت في عقلك ذكريات كذا ما هي حلوه، انا عارف، بس عدت سلامات. يلا الف مبروك يا جار، وهارد لك الانوار. والانوار والله ما قصرتوا من استقبال ومن مستوى ومن كل شيء. والله اذا فيك خير يا الجار، فيك خير، انزل لهم سباق خيل. الى الان في الموسم الجديد الاهلي لعب مباراتين سجل 3 أهداف، كلها متسبب فيها هذا اللي محدد قفا.
ما شاء الله تبارك الله يا عيال، ما ادري من فين قفطوه هذا، فين حصلتوه؟ يعني دولته ارمينيا، مستحيل احد يروح حتى سياحه، دوله ما فيها يمكن مساحتها 2 كيلو، عدد سكانها 8، هو واهله. يعرف يسجل ويعرف يصنع ويعرف يراوغ ويناول لك الباصات هذيك اللي كذا تاخذ لفه في نص الطريق. والله يا عيال ما شاء الله عليه مجنون. الى الان في المباراتين اللي لعبها الاهلي هذا الاهلي. قبل نكمل لا تنسى الاضافه زي المشاهد، اضغط الزائد الله يزيد امكانياتك، تصير تعرف تسوي كل حاجه زي هذا ما شاء الله. هذا وجوده في الملعب اغرب من وجود هذا سبستريان اللي قبل شويه. والله يا عيال ما شاء الله انا احسبك متوفي مو معتزل، متوفي ما شاء الله. الله يطول في عمرك ويحفظك يعني. والله قاعد اتفرج كذا فجاه شفته شراحيلي. طيب السنين هذه كلها ما طلعت لك شعره بالغلط، الدقن ما نقص يعني، بس ايش متخبي كنت في فريزر. اكتبوا لي رايكم عن المباراه تحت وتعالوا اصفر يا اخوان، اكتبوا وهاب يطلع لك. صلوا على النبي، سلام عليكم. رغم كل العك اللي قاعد يصير في الأهلي حاليا، المستوى في مباراة اليوم، أخبار الانتقالات، هذا هو الشيء الوحيد المضيء في النادي. سبرستيان يا أخوان أقسم بالله هذا اللاعب صدمة بالنسبة لي في أول مباراتين مع الفريق، 3 مساهمات إلى الآن في أول مباراتين مع الفريق. اليوم مسوي مساهمتين، هدف جدا جميل وأسيست أجمل، يعني الأسيست أتوقع أنه خمنا كلنا فيه. لاعب ذكي، لاعب يستلم في المساحات الضيقة، لمسته حلوة، باصاته جميلة. فعلا هذا الشيء الوحيد اللي مخليني مبسوط في مباراة اليوم. باقي المباراة كلها عك، على المستوى جدا تعبان ضد الأنوار اليوم، وفي أول مباراة في الدوري. الله يستر من القادم، ولكن هذا اللاعب الوحيد اللي اليوم قدم مستوى كويس. هذا اللاعب ممكن نتوقع منه الكثير، جودة بصراحة. مبروك هلاوية الفوز. أعطونا رأيكم عن المباراة وعن سبرستيان بالتحديد. لا تنسى تتابعني، سلام. ليش مدرب النادي الاهلي الجديد هذا يعني طلباته مجابه؟ يعني طلب هذا اللاعب ارتيم اللي حاليا النادي الاهلي جالس يتفاوض معه، بل هذا اللاعب اعطى موافقه للانتقال الى النادي الاهلي، تمام؟ في المقابل ماتياس جالس فوق ال3 مواسم وتم تطفيشه، وكل مره يطلب لاعب محدد يتم الرفض. ليش؟ لان هذا يعني مطيع ولا ايش السالفه؟ انا هذا اللي مزعلني ومضايقني يا اخوان. وصلنا لمرحله ان الاهلي يتاهل الى الدور القادم والشباب يطلع. الاهلي يتاهل بشكل رسمي لدور ال16 والشباب طالع من دور 32. انا اقول اللي زين حال الاهلي يقدر يزين حال الشباب، يقدر يزين حال الشباب. مبروك مبروك للجمهور الاهلي. ولو ان الهدف الاول بالنسبه لي مشكوك فيه في لمسه يد واضحه على ايبانيز، ولكن مبروك جمهور الاهلي، تاهل باقل مستوى بأقل أداء، وهذا أهم شيء في خروج المغلوب. الأهلي أكثر فريق حاليا متمرس في بطولات خروج المغلوب، الأهلي هو الأكثر. نخبتين ورا بعض خروج مغلوب، عارف شلون يكسبها رغم الطرد، رغم التأخر بالنتيجة، رغم كل شيء الأهلي يعرف شلون ينتصر في خروج المغلوب. فمبروك للجمهور الأهلي بهذا التأهل. والله سرقناهم يا جماعه، مسحوها في وجهي عيال حوط التميم، مسحوها في وجهي والله يا جماعه. اعطونا استقبال ولا اروع اليوم، استقبال تاريخي، لوحات في كل انحاء الملعب، واستقبال حتى لما وصل باص مشرف الوطن، قلعه المجد ترحب بقلعه الكؤوس وبطل النخبتين وما اعرف، لوحات. انت تطالع الكره تمشي في الملعب تطالع اللوح، كل شيء يتعلق بالاهلي، واستقبال راقي جدا. سرقهم ايبانيز. هذه لمسه يد يا جماعه، صراحه هي لمسه يد. انا مستغرب الحكم شلون حسبها. في نفس الوقت اخر المباراه كان في ضربه جزاء لمحمد عبد الرحمن، قرر حكم المباراه انه ما يحسبها بعد ما رجع للفار، مع انها صراحه ضربه جزاء، يعني هي اقرب انها تكون ضربه جزاء. القرار كان اسهل من القرار اللي اتخذه في كره ايبانيز اللي يبدو انها لمسه يد، لكن هي صارت كذا. فريق الانوار يا جماعه عموما نادي محترم جدا صراحه، اليوم لعب كره عظيمه، لعب كره نظيفه، وانفراد ضاع في اخر دقيقه. الاهلي يحتاج يشتغل على نفسه. اذا هذا الانوار سوى زي كذا، وتسديداتها اصلا حتى في الشوط الاول تخيلوا كانت اكثر من الاهلي، والله انا ما ادري، معقوله راح نشتاق لياسلي كذا بسرعه؟ معقوله؟ استقبال تاريخي وفخم للأهلي في حوطة بني تميم، وش هالفخامة كلها؟ والله تقدير كبير لكل مسؤولين نادي الأنوار، استقبال خاص ومسيرة كاملة بالخيول لبطل النخبة. هذا الأشياء اللي تليق في بطل النخبة. هذا غير العبارات داخل وخارج الملعب، ترحيب خاص بأهل النخبتين. مو بغريبة هالبادرة من أهل الحوطة، أهل خير وراعين واجب، واستكمالا لأمور كثير حدثت للأهلي الموسم الماضي، مثل الممر الشرفي من الخلود بعد تحقيق النخبة، أو حتى احتفال نادي الخليج بالأهلي. وانبسطوا يا ملوك، الأهلي اليوم بيلعب بالتيشيرت الأفخم، التيشيرت الأبيض. بإذن الله ليلة نشوف فيها فوز أهلاوي. تحية لأهل الحوطة، ضافوا متابعة للمزيد، صلوا على النبي. نادي الأهلي يتأهل لدور ال16 في بطولة كأس الملك، ونادي الأنوار يغادر البطولة من دور 32 يا معلم.
والله الأهلي كسبوا لاعب يا جماعة الخير اسمه إدوارد سبرستيان، كل مباراة يضع بصمة، سجل هدف وصنع هدف، وفي الدوري سجل هدف. سبحان الله ما شاء الله. جاري مريح بالي، فوزين على التوالي ونفس اللاعب يسجل ويصنع. سبرستيان سبحان الله، عايشين أحلى أيامكم، إحنا معطوبين. شوفوا الخبر اللي يصدم الجميع. الاتحاد يدخل في مفاوضات متقدمة مع الإيفواري فرانك كيسيه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ايش فيه الاتحاد؟ ايش فيه الاتحاد؟ ايش فيه؟ عيال تتوقعون تتم الصفقة؟ وهل راح ينجح مع الاتحاد ولا لا؟ بس ماتي صح انك طلعت من الاهلي، لكن هذه قبلة مني لك، وشكرا شكرا شكرا انك تاقت مع الجوهرة الارمينية هذه، اقسم بالله شكرا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يكفينا شر رواشنا وشر الحساد يا رب. اقسم بالله يكسبنا لاعب تاريخي، تاريخ ارميني هذا، خلاص دخل قلبي من ثاني مباراة، دخل قلبي. هذه ثاني مباراة سجل هدفين واسيست. اليوم كان افضل لاعب في الاهلي، سدد 3 تسديدات، 2 جات في العارضة، واحدة جات هدف، وصنع هدف الجليل اسطوري. لو واحد غيره مستحيل يصنع الاسيست هذا. لسه صدقوني لسه. الأوكراني أرتيم بوندارينكو يقترب من النادي الأهلي حسب وليد سعيد. المصيبة شوف أرقامه كيف، لاعب 26 مباراة مسجل 4 وصانع 3 مع نادي شختار اللي هو مسيطر على الدوري الأوكراني. والطامة الأكبر أصلا يلعب خلف المهاجم، ما يلعب محور اللي هو احتياجنا. طبعا عشان سعره 8 مليون يورو راحوا له فاوضوه. اقسم بالله لجنه الفشل مع روي بيدرو انهم تعدوا مرحله الفشل. اصلا انت بتقول لهم انتم فشله، انت قاعد تمدحهم لانهم تعدوا مرحله الفشل، اقسم بالله. وبعدين انا ما عاد اصف النيه والله، اقسم بالله اللي قاعدين يسوونه فشل واستقصاد وكل شيء. ما اقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. بس تعال خلنا نعطيك ملخص الجوله الاولى لدوري الروشن. الهلال فاز على الفيصلي 4-2، مستوى متذبذب لكن متاملين ان شاء الله خير بعد الجوله الرابعه الخامسه كذا. النصر 3 نظيفة أمام الفتح. القادسية جلد الشباب 3-1. وأمس طلع برضو الشباب من كاس الملك مع الوحدة، يعني الشباب قاعد يعاني صراحة. الاتحاد كالعادة عقدته الخلود، تعادل 1-1 وطرد على دانيلو بيريرا. الأهلي فوز يعني بسيط على الدرعية، وكان الدرعية ممكن أنه يعدل النتيجة في أوقات كثير من المباراة. الاتفاق فاز على الرياض 4-2، هاتريك لموسى ديمبلي وهو نجم الجولة، وهدف الجولة يستاهل جواو فيليكس، هدف جميل. طبعا اللي مخيب الجولة اللي هو الاتحاد، خيب جماهيره تعادل سيء أمام الخلود. السلام عليكم. يا اخوان هذا اعظم استقبال للنادي سعودي، ويستاهل النادي الاهلي بطل النخبتين. نادي الانوار خصم النادي الاهلي اليوم في كاس الملك بحوطة بني تميم، استقبل الاهلي بهذا الشكل. اولا ارفع القبعه لحوطة بني تميم، وارفع القبعه لنادي الانوار على هذا الاستقبال اللي يدل على الارث والتاريخ السعودي. ونادي الاهلي يستاهل هذا المحفل.